بيبدأ فيلمنا بواحد ماشي على البحر وفجأة بيلاقي لعبة غريبة مدفونة في التراب وبيكون مكتوب عليها جومانجي، وبياخدها وبيديها لصاحبه أليكس. فأليكس هنا بيجي يفتحها وبيلاقيها عاملة زي ألعاب اللوح، فرماها على مكتبه وقال إن هو مش مهتم بالألعاب دي زي زمان، وبدلها بقى بيفتح ألعاب الفيديو جيم وبيلعب بيها. ولما بيجي الليل بيسمع صوت طبل غريب، فبيصحى وبيعرف ان مصدر الصوت ده هو لعبة جومانجي. ولما بيجي يفتحها بيلاقي شكلها اتغير وبقت عاملة زي الفلاشة، فبياخد الفلاشة وبيوصلها وبيبدأ اللعب. وفجأة اوضته كلها بتنور بلون اخضر غريب، وبعدها ب20 سنة بنلاقي ولد تاني اسمه سبنسر، وبيكون قاعد على الفيديو جيم طول الليل، وكان باين من شكله كده ان هو منامش. فبتجيله رسالة على تليفونه من واحد اسمه فريدج، وبيسأله فيها اذا كان خلص البحث بتاعه. فسبنسر بيقول له ما تقلقش، وفريدج بيقول له قابلني عند البيت المخيف. وسبنسر بيقوم جري يخلص البحث وبيكتب الخاتمة بتاعته، وبعد ما بيخلص بيروح يقابل فريدج، وبسبب سنجاب صغير عدى من جنبهم سبنسر بيتسرع، وبيقول له خد بحثك بسرعة لأن المكان ده موترني. ففريدج بيقول له انت عارف ان لو عندي وقت كنت عملت البحث بنفسي، بس انا مشغول مع الفريق. وسبنسر بيقول له عادي ولا يهمك، وبيحاول يسأل فريدج عن اللي هيعمله في الأجازة، وبيرد عليه فريدج وبيقول له ان هو مشغول. وسبنسر هنا بيعرف ان فريدج مش بيكلمه الا لمصلحته بس. وفجأة وهو واقف بيطلع واحد من البيت اللي وراه، واللي بيكون بيت أليكس من 20 سنة، وبيقول له حاسب لان العالم ده بيخطف الأطفال من سنك. فسبنسر بيتوتر وبيطلع يجري. ومن ناحية تانية في واحدة كده باين عليها دلوعة اسمها بيساني، وكانت بتكلم صاحبتها على التليفون، وبتقول ان هي نشرت بوست من كام دقيقة وان حبيبها السابق محطلهاش حتى اعجاب. فصاحبتها اللي في التليفون بتقول لها ان في حد غريب واقف وراها. فبيساني هنا بتلف وبتبقى المعلمة بتاعتها واقفة وبتعاقبها علشان كانت بتستخدم التليفون في نص الكويز. وفي حصة الرياضة بتبقى في بنت تانية اسمها مارسا، واللي بتكون مش عاوزة تلعب وبتقول ان ده مجرد تضييع للوقت ومش اكتر، وان هي مش هتاخد درجات على التفاهات دي. والمعلمة هنا بتقول لها ان هي معاقبة هي كمان. وفجأة بيجي مدرس وبينادي سبنسر وبيروح استدعاء للمدير، ولما بيدخل بيقول له ان بحث فريدج ليه نفس نهاية بحثه السنة اللي فاتت، فبيعرف ان هم غشوه نقلوه من بعض، فبيتعاقب هو كمان. وفي نهاية اليوم الدراسي بيكون الأربعة معاقبين، وبيكونوا قاعدين ومستنين يدخلوا غرفة الاحتجاز. وفريدج بيقول لسبنسر انه بسببه ممكن يتطرد من الفريق، فسبنسر بيقول ان هو كمان ممكن يتطرد من المدرسة، ودي اخطر حاجة عملها في حياته كلها. بعد كده بيجي المدير وبيقول لهم ان انسب مكان علشان تعيدوا حساباتكم فيه هو الاحتجاز. ولما بيدخلوا لغرفة الاحتجاز بيقول لهم ان المجلات دي فيها دبابيس ومهمتهم ان هم يطلعوها كلها، وبعدها بيمشي. وبيساني هنا بتفضل قاعدة على تليفونها وبتحاول تلقط إشارة. وفريدج بدأ يستكشف المكان، وفضل سبنسر ومارسا الوحيدين اللي بيشتغلوا. فبيقول لها ان هو سمعها في حصة الرياضة وكلامها كان جميل. وبعدها فريدج بيلاقي لعبة جومانجي في صندوق حاجات كان متبرع بيها، فبيفتحها وبينادي سبنسر علشان يلعب معاه. فبتبدأ اللعبة تقول لهم يختاروا الشخصية اللي هيلعبوا بيها، فبيبقى في شخصية مستخدمة لواحد طيار وما بيعرفوش يختاروها. ففريدج بيختار شخصية اسمها موس وبيبقى عالم آثار حيوانات، وسبنسر بيختار دكتور بريفستون. وبيخلوا بيساني ومارسا ينضموا ويختاروا شخصيات هما كمان. ولما بيجوا يضغطوا بدء تشغيل اللعبة بتبدأ أجسامهم تختفي وتدخل جوه اللعبة، وبعدها بيكون في شخص بيمشي وسط الأدغال، ولما بيجيبوا وشه بيبقى واحد عنده عضلات، وبيفضل ينادي على فريدج وبيساني ومارسا وبيقول ان صوته ما كانش كده. فبيبدأ يمسك جسمه وبيلاقي نفسه اتغير، وبيبقوا مستغربين جدا وولا واحد فيهم فاهم حاجة. وفجأة بيقع حاجة وسبنسر بيستوعب اللي حصل، وبيقول لهم ان هم دخلوا في شخصيات اللعبة. ففريدج هنا بيتكلم وبيقول لهم لا يا جماعة ما يصحش كده، انا عندي مترين ناقصين من جسمي. وبيساني البنت الدلوعة دخلت في جسم راجل تخين وتليفونها مش معاها، وراحت تجري تشوف وشها في المية وكانت متعصبة جدا. قام فجأة طلع من وراها فرس نهر كبير جدا وقام أكلها، والكل بيصوت وبقى مصدوم. وفجأة بيسمعوا صوت غريب، وبعدين بيساني بتقع فوق فريدج وبتقول لهم محدش يعرف شعور انك تكون في بق فرس نهر. وبعدها بتقع 500 متر من السماء، وبيبقى فيه وشم من 3 شرايط بيبقى على ايديهم من اول ما دخلوا اللعبة. فبيبص سبنسر لوشم بيساني وبيبقى خطين بس، فبيعرف ان دي حياتها، وغالبا لو ماتوا في اللعبة هيموتوا في الحياة العادية. فالكل بيبدأوا يجروا علشان يطلعوا من الغابة، وفي حيوانات بتجري وراهم. فبيجي واحد اسمه نايجل بعربية وبيقف لهم وبيقول لهم أهلا بيكم في جومانجي،
وبيقول لهم يركبوا، وبيحكي لهم قصة اللعبة إن مرشد جومانجي الميداني كان بيدور على جوهرة النمر، ودي بتبقى قلب جومانجي، وإن نايجل كان فاكر إنه عاوزها علشان يوثقها في مذكراته، بس طلع إن هو عاوزها علشان ياخدها، وإن كمان أي حد بياخد الجوهرة دي بتتحكم بيه قوة مظلمة وشريرة، وبيعرف يسيطر على كل حيوانات لعبة جومانجي. فنايجل لأنه عرف إن اللي بيعمله غلط فبيسرق الجوهرة منه وهو نايم، بس هو بيبعت كل رجالته وراه علشان يرجعوا الجوهرة، وبعد ما بيخلص كلام بيرمي الجوهرة لسبنسر وبيقول له يلا يا بطل جومانجي رجع الجوهرة لتمثال النمر وقول له اسم جومانجي علنا. وبينزلوا من العربية وكل واحد مرعوب من الجوهرة، ونايجل بيفتح الشباك وبيقول لهم اولا دوروا على القطعة الناقصة، وبيديهم ورقة متطبقة وما كانش حد فيهم فاهم ايه اللي ناقص من القطعة. فسبنسر بيقول لفريدج يحط الجوهرة في شنطته علشان هو مرعوب منها، وفريدج بيقول له واشمعنى انا؟ فقالوا له انت الوحيد اللي عندك شنطة فينا. فبياخدها وبيجوا بقى يفتحوا الورقة وبتبقى فاضية وفي جزء منها مقطوع، وسبنسر بيستغرب وبيقول ايه ده، دي ما فيهاش حاجة. فبيساني بتقول لهم ازاي يعني ما فيهاش حاجة، وبتقول لهم ان دي خريطة مرسومة لجومانجي، وبيطلع ان بيساني الوحيدة اللي بتعرف تشوفها، وده لان الشخصية اللي بتختارها عالم آثار وخرائط. وسبنسر هنا بيكون واقف بيقول ايه بس اللي عملناه علشان يحصل كل ده، وكمان كان بيشوف لبسه بيضغط على صدره، فبتطلع لايحة زي بتاعة اللاعب اللي في الألعاب، وبيبقى سبنسر نقاط قوته سرعته والصحن الطائر والقوة وحاجات تانية كتير، وبيكون نقاط ضعفه ولا حاجة، فالكل بيشوفوا نفسهم. وبتبقى مارسا عندها مهارات قتالية كتير ونقطة ضعفها السم، أما فريدج بيبقى كل حاجة في وشه ونقطة ضعفه إن هو قصير وبطيء. فبيساني هنا بتشوف الخريطة وبتقول لهم إن لو الجبال دي هي دي والسهل ده هو ده، فده معناه إن إحنا في موقع المستوى التاني. وفجأة بتطلع موتوسيكلات وبتضرب عليهم صواريخ وبيطلعوا جري، وبيبقى سبنسر طيارة، وفريدج بيفضل يقول وانا هبقى بطيء كده على اخر الزمن. وبيدخلوا بعدها غابة وبيفترقوا، ومارسا بتقاتل وبتبقى جامدة، وسبنسر بيستخدم الصحن الطائر اللي بيكون اخده من شنطة فريدج وبيقول له دي من نقاط قوتي، بص وتعلم يابا. وبيجي يرمي لكن للأسف مش بيجي على واحد فيهم، فبيقول له اطلع يجري. ولما خلاص قربوا يمسكوهم الصحن بيرتد وبيخبطهم كلهم دفعة واحدة، وهم بيبقوا واقفين مصدومين. بس بيجي رجالة شرير اللعبة تاني وبيجروا لحد ما بيوصلوا لنهاية التل، وتحت بيبقى فيه شلال بيودي لبحيرة، فكلهم بيتقابلوا فيها وبيقرروا ينطوا، وبعد ما بيطلعوا بيبقوا متفاجئين جدا. وبيساني بتقول ان في الخريطة في مكان زي السوق، وكان باين ان دي هي وجهتهم الجاية واحتمال يلاقوا القطعة الناقصة هناك. بس قبلها وهما بيتمشوا بيتخانق فريدج وسبنسر بسبب حياتهم العادية، وفريدج بيقوله انت فاكر نفسك علشان يعني شوية العضلات دي، وبيزقه من الجبل. وطبعا هنا للأسف بينقص حياة، والخناقة هنا بتخلص بسبب ان سبنسر قال ان هما مش عندهم حياة كتير. وفي مكان تاني بيبقى شرير اللعبة بيكلم بتوع الموتوسيكلات وبيقولوله ان هما ما عرفوش يجيبوا الجوهرة علشان دكتور بريفستون واخدها معاه، فبيتعصب منهم وبيبعت الطائر بتاعه علشان يتجسس عليهم. وبيروحوا للسوق وبيكونوا جعانين، فبيساني بتاكل عيش وبتقول ان هي ما اكلتش من الطفولة وكمان نسيت طعمه. وفريدج بيبقى جعان وبيجي ياكل وبيعجبه الطعم جدا، فبيقول للبياع ايه نوع العيش ده، فبيقول له ده اشهر انواع الكيك. فبيبص لبيساني وبيقول لها انتي قلتي انه عيش، فبتقول له يعني اعمل ايه يعني، ما نسيت الفرق بين الكيك والعيش. ففريدج بيقول لهم انا مش بيحصل لي حاجة صح، وفجأة بيتفجر وبيقع من السما، وبعدها بيجي ولد صغير من برمجة اللعبة وبيقول لهم مكان تكملة الخريطة، وهم كانوا فاكرين ان دي هي القطعة الناقصة. فبيروحوا وراه وبيلاقوا القطعة الناقصة في صندوق غريب، وبيعرفوا ان جواها حاجة بتتحرك. فالولد بيقول لهم لازم تثقوا في بعض وما ترمشوش بعينيكم. فبيقولوا لسبنسر يفتح العلبة، فبيقول لهم اشمعنى انا، فبيقولوا له لانك الاقوى فينا. فبيفتحها وبيطلع جواها تعبان، وفريدج بيعرفوا وبيقول لهم انه لدغة واحدة منه تقتل الانسان، وهو بيبقى عارف المعلومات دي لانه عالم حيوان. فبيقوله ان الولد قال ما نرمش بعينينا، فممكن تكون دي مسابقة. فبيساني بتقول ان هي شاطرة في كده لانها على طول على التليفون. فبيفتحوا العلبة والتعبان بينط على مارسا، فسبنسر بيمسكه من راسه وفريدج بيخلع انيابه، والكل بيضحك لان هم وثقوا في بعض. وبتبقى القطعة الناقصة تمثال لفيل ومكتوب على ورقة إذا شفته ابدأوا بالتسلق. وبيبقى الطائر الشرير بيقول موقعهم للشرير، فبيبعت وراهم رجالته وبيتقاتلوا، وسبنسر هنا بيهزمهم كلهم لأنه حريف ألعاب.
وبعدها بيجي الشرير بنفسه وبيكون مصوب المسدس عليهم، وفجأة بتترمي قنبلة دخان وبيهربوا، وبيبقى في واحد هو اللي بيدلهم، ومن كلامه بيقول لهم ان هو أليكس ودخل بشخصية الطيار. فبيسألوه من امتى هو في اللعبة، فبيقول لهم من 6 شهور تقريبا. فبيتصدموا لانهم كانوا فاكرين ان هم هيطلعوا بسرعة. فبيقول لهم أليكس ان مهاراته الطيران ونقطة ضعفه الناموس، وبيقول لهم ان مرحلتهم الجاية ان هم يروحوا المكان اسمه المخزن، وبيبقى فيه كل انواع مواصلات، وانه ولا مرة عدى من المرحلة دي، وان هو خلاص استسلم لانه ما عادش ليه غير حياة واحدة. فبيزعلوا وبيقولوا له ان هو القطعة اللي ناقصة وان هما محتاجينه معاهم. فبيوافق بعد اقناعات، وبيعملوا خطة علشان يخترقوا المخزن، وهي ان مارسا تحاول تشتت انتباه الحراس وهما يسرقوا مواصلة. بس بتخرب الخطة، ومارسا بتقتل الرجالة من الضرب بعد لما معرفتش تشتتهم. وأليكس بيبقى متوتر وبيقول لهم خلونا ناخد باص. فبيقولوا له يثق في نفسه، وبتيجي رجالة الشرير بالموتوسيكلات وبيجوا يقتحموا المكان، وفجأة بيطلعوا بطيارة وبيكسروا الدنيا. لكن وهم طايرين الرجالة بيرموا عليهم صواريخ، وبتتفك حتة من مروحة الطيارة وبيقعوا في وادي، والطيارة مش بترضى ترتفع. فسبنسر هنا بيحاول يصلحها وهم طايرين. وفي الوادي كان في مجموعة من وحيد القرن، وكانوا بيجروا وراهم وبيقربوا من نهاية الوادي وخلاص هيخبطوه. فسبنسر بيصلح القطعة المفكوكة وبيطلعوا، بس وهم طالعين الجوهرة بتقع من شنطة فريدج. فبيرجعوا بيكون القطيع بيلفوا حواليها، وفريدج بيقول اعمل ايه وبيدور في الشنطة، وسبنسر بيعتذر له وبيرميه من الطيارة والقطيع بيطير عليه. فسبنسر بيمسك الجوهرة وفريدج بيموت. فسبنسر بيقول لأليكس يلف 90 درجة بالطيارة لما يقوله، ولما فريدج بيجي يقع من السما سبنسر بيمسكه. ولكن الفرحة ما بتتمش لأن أليكس هنا بيتقرص من ناموسة وكان خلاص هيموت، بس بيساني بتديله حياة من بتوعها وبتحاول تعمله تنفس صناعي، وبيصحى ويشكرها. وبيروحوا للمرحلة الأخيرة من اللعبة بعد طبعا ما بيلاقوا تمثال النمر، ولما بييجوا يمشوا بيتنور الطريق بشعلات من نار، وبيلاقوا تمثال للفيل. فبيبدأ سبنسر يتسلق وبيلاقي نمر في وشه وبيقتله، وبيجي شرير اللعبة وبيبدأوا يضربوا في بعض، وبعدها بيتفرقوا. وفريدج بيلاقي فيل حقيقي وبيصاحبه. وفي مكان تاني شرير اللعبة بياخد بيساني رهينة، وبيقول لسبنسر ان هم يسلموه الجوهرة علشان يسلمهم بيساني. فبيقوله ان هو ما يقدرش لانها مش معاه اصلا. فبيجي فريدج وهو راكب الفيل وبيقول له الجوهرة معايا يا عبيط. فالنمور هنا بتيجي تهجم عليه، بس الفيل بيخوفهم. وفي نفس الوقت بيطير فريدج الجوهرة، ومارسا بتقول لسبنسر يبدأ تسلق وهي هتجيب له الجوهرة ولازم يثق فيها. فلما بتلاقي الجوهرة بتبقى حواليها وكر تعابين وبتفضل ماشية بينهم، ولما بتمسك الجوهرة بيجي الشرير وبيسيطر على التعابين وبيقول لها هاتيها وإلا هيقتلوكي. فهنا بتستسلم وبتقول له يقتلوني أحسن، وبتدوس على واحدة فبتعضها وبتموت وبتختفي مع الجوهرة، وبتيجي وبتقع من السما. فسبنسر بينط هو كمان من الموتوسيكل وبيلقط الجوهرة منها وهي بتقع وبيحطها مكانها، بس ما بيحصلش حاجة. وبيفتكروا ان هم لازم يقولوا اسم اللعبة بصوت عالي، فكلهم بيقولوا جومانجي، وبيختفي الشرير وبترجع جومانجي زي ما كانت. وبيجي هنا نايجل، ولما بيسلموا عليه بيرجعوا للعالم بتاعهم وبتتغير شخصياتهم، وكمان بيساني ما بتبقاش مدمنة التليفون. وسبنسر وفريدج بيتصاحبوا وهم مبسوطين، لكن فجأة بيسمعوا صوت طبول جومانجي فبيدشدشوها وبيروحوا لبيت أليكس، واللي كان بيت مخيف جدا بس بيكون البيت طبيعي. وبيشوفوا أليكس وبيبقى كبر، وبيقول لهم ان هو خلف بنت وولد والبنت سماها بيساني. فبيساني بتفرح، وبكده بنكون وصلنا لنهاية الفيلم. ما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وده يا صديقي علشان يوصلك إشعار بكل أفلامنا الجديدة. يلا اشوفكوا على خير في فيلم جديد. سلام.